بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهارده هنبدأ نعمل مع بعض كحك العيد والبسكويت والبيتفور والغريبة، ونبدأ مع بعض النهارده. مش عارفة طلعت في دماغي نعمل أول حاجة البسكويت. هنعمل بسكوت النهارده نشادر بالبرتقال. نشوف كده المقادير مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كيلو دقيق انا نخلاه، هنحط عليه ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كده 3 معالق حلوين كاستر عشان بيديله خرفشه وبيديله لون جميل. معالق كبار. فايده الكاستر ده، الكاستر ده عباره عن نشا ولون اصفر، هيضاعف اللون بتاع البرتقال، هيبقى شكله جميل. والنشا دي هيديله حبه خرفشه خشنين، يعني تحس كده انه مقرمش. ايوه كده. بس كده مع بعضها. ادي كيلو دقيق عليه 3 معالق كاستر، عليه معلقة بيكنج باودر كده حلوة، وادي ذرة الملح. متنسيش ذرة الملح دي بركة، وبعدين عشان تعادل الطعم بتاع الحلو ذرة فقط لا غير. يبقى كده حطينا الكيلو دقيق عليه 3 معالق كبار كاستر، عليه معلقة حلوة كده بيكنج باودر وذرة الملح، ونركن دولت على جنب كده. ونيجي للمقادير. ودول 3 بيضات عشان بسم الله ما شاء الله 3 كبار حلوين. لو عندك بيض صغير حط 4. وده بشر برتقان لسه بشرها طازه، وده فروتي عشان يعزز الطعم برضو. هندوبه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هتحط كوبايه كلها عشان خاطر انت بس هتلم بيها يا دوب. ممكن العجينه ما تحتاجش عصير برتقال، نركنها على جنب كده. مش هنحط فيها النشادر عشان ما تتفاعلش على طول، ما تبص الطعم بتاعها والريحه على طول. نبدا كده مع بعض ننزل دول نص كيلو سمنه على زبده. انا كل سنه بنعملها بزبده، بس حبيت السنه دي نغير زبده على سمنه، ان شاء الله تطلع حلوه. وده 300 جرام سكر بودر، لو عايزه تخليه 400، لو عايزه تخليه 500 براحتك، بس هو 300 جرام يبقى حلو قوي عشان يبقى ايه الطعم، لا هو مسكر ولا هو عادي. نبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم نشتغل مع بعض. اول حاجه هننزل كده بالزبده. بسم الله. نبدا كده نضرب الزبده مع السكر مع السمنه عشان خاطر الصوت، وهنوريكم لما يبقى كريم. بصوا يا جماعه كده، انا معايره الكوبايه دي ربع كيلو. المج ده يعني ممكن المج بتاع الشاي او مج الشاي ده برضو العادي اللي بتشربي بيه، ده ربع كيلو برضو انا معايراه عشان حبيت تعايري ما عندكيش ميزانه. بس هو نص كيلو ونص، ربع زبده وربع سمنه. بص وصلنا للمرحله دي حبايبي، هننزل بقى بالسكر. دول 300 جرام انا وزناهم. بص يا حبايبي وصلنا للمرحله دي بقى كريمي خالص اهو. هنعمل ايه؟ هننزل كده بالبيض مع بعض واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف اتفتح ليه، انا صعبه كده. ده ننزل بالثوم. دي اخر واحده. برتقان في المرحله دي.
معلقة المشادر اهي. بدأ يا نهار أبيض. بسرعة معناها ان هي حلوة. المشادر دي بسم الله ما شاء الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب ازاي انا. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هحتاج. بصوا يا حبايبي انا كده خلصت ولميت العجينه. بص اللون تحفه. انا حطيت للامانه كيلو وربع الا الحبه دول. هما دول فاضلين من ربع كيلو عشان خاطر الدقيق مش زي بعضه والسوائل كانت كتيره الحمد لله. بس ما كملتش العصير اهو لمت كده في دولت. ومعلومه كمان عشان ده هنعمله في المكنه، ما بنعملش بسكوت في الكيسه. بتاعه المكنه العجينه بتاعه المكنه بتبقى يابسه شويه عن بتاعه الكيسه. لو كنت من غير تقريبا حوالي 200 جرام. كيلو و200 جرام. كيلو لوحده بالكيسه كان هيمشي، لكن مع عجينه المكنه لازم تكون كده ايه ماسكه شويه عشان تمشي في المكنه. فخلاص كده انا لميتها اهو. هسيبها بس ترتاح في التلاجة 10 دقايق قبل ما نحضر المكنه والطبليه والسجان ونبدا نولع الفرن ونشتغل الشغل بتاع زمان. حبايبي دي بصوا بقى انا حطيت المكنه دي عندي من يوم ما اتجوزت. انا معرفش موجوده دلوقتي ولا لا، بس في طبعا مكن بالكهرباء وانا عندي بس ما بحبش اعمل بيها عشان عايزه 3 4 شغالين مع بعض. بص انا حطيت المكنه والموس اللي انت بتحبيه والرسمه اللي انت بتحبيه، وحطيت حته العجينه ونبدا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفه بسم الله الرحمن الرحيم. بسكويته بسم الله. عايزاها رفيعه ما تخليهاش طويله، عايزاها تخينه تحكمي فيها براحتك بقى في المكنه كده. بسم الله بسم الله. حاولي ايديكي بقى تبقى ميزان كلهم كده قد بعض. طبعا اول صاج برضو بيبقى لسه مش ايديك لسه ما اتظبطتش. هنظبط واحده واحده مع بعض كده. بص يا حبايبي انا عملت كده اول صاج اهو. انا مولعه الفرن على 220 يسخن بس، وانا الحراره بتاعه البسكوت على 180. ولما لو عامله كميه كبيره وهيسخن بقى منك الفرن هتهديه على 160 عشان بعد كده هيبقى حامي. وهنجرب اول صاج مع بعض ونشوف الدنيا بعد كده. بص يا حبايبي انا كده عملت البسكويت اهو. هنحطه في الفرن بعد ما نخلص خالص هنوريكم ان شاء الله. بص يا حبايبي اديني خلصت كده كميه البسكوت. بسم الله ما شاء الله تحفه اهو. كل ده من كيلو دقيق واحد ولسه في صف الفرن كمان. بص اللون قرمشة تحفة ناعم بالكسر لوحده ومنتهى الجمال والحلاوة.
انا هنخلص الكميه بقى اللي بجوز الهند، نفس المقدار اللي هنعمله هنعمل بجوز الهند بالشوكولاته، وهنوريكم كله فيديو في اخر الفيديو كله شكله ايه. بصوا حبايبي قلبي، انا عملت البرتقال وخلصته، وبدات عملت جوز الهند وحطيت عليها شوكولاته، قسمت الكميه ضعفتها شويه، عملتها كميه ونص غير اللي انا كنت عاملاها، وقسمتها عملت منها بالشوكولاته اهي، ودي بالجوز الهند. بسم الله ما شاء الله، كميه تحفه لسه شغاله وفي الفرن. ومعلومه بقى، حاطه لكم الصباعين الابيض ده مع الشوكولاته عشان تعرفوا استوى ازاي ما يتحرقش، لما تلاقي دي استوى تعرفي ان كله استوى. ونلتقي ان شاء الله بعد ما اخلص خبيز باذن الله. بصوا حبايبي، طلعت البسكوت من الفرن اهو. ايه رايكم بالشوكولاته اللي عملته بالشوكولاته بالكاكاو وبجوز الهند وبالبرتقال؟ حلوه البرتقال دي. ايه رايكم في الطعامه والحلاوه دي؟ ما تنسوش بقى. بص الجمال، بص الخرفشه تحفه، بسم الله ما شاء الله. نسيت اقول لكم على حاجه في الكاكاو ده، هتشيلي مقدار الدقيق اللي هتحط قده كاكاو، معلقتين 3 4 هتشيليهم وتحطي مكانهم كاكاو عشان ما يطلعش ايه محتاج سمنه ولا بتاع. وجوز الهند انا ضرباه في الخلاط عشان تدي طعم مريح. يلا بقى جربوا وصفته وقولوا لي ايه رايكم، وشوفوا طريقته ان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتعملوا لي لايك وشير، والى اللقاء في فيديو اخر، ونلتقي على باذن الله في الكحك والغريبه قريبا.